أعزائي المشاهدين، معنا الأستاذ إبراهيم الدوري نائب رئيس الهيئة الإدارية نادي بيجي. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بك في صدى الملاعب. نحب نعرف معنويات اللاعبين والصعوبات اللي تعانونها نادي بيجي لحد الآن على مستوى 3 مراحل، المرحلة الأولى الثانية الثالثة، يلعب ولاعبين بدون رواتب، بدون توفير ابسط المستلزمات، يعني اللاعبين هم للتمرين ماكو، كراسي للجلوس الهيئه الاداريه او ماكو. فحدثنا عن هذه المشاكل اللي تعانون بها. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدينا طبعا من تقريبا شهر 11 2016. تقريبا عندنا كانت ميزانيه 10 ملايين منحة الوزاره، يعني احنا اعتمادنا على منحة الوزارة حقيقة. كل سنة ما شاء الله تجينا 10 ملايين. ال10 ملايين يمكن احنا هسه حاليا لعباتنا بلعبتين ما تكفي من 10 ملايين. استاذ ابراهيم، اكو بعض الانديه قاطعك، بعض الانديه عقد اللاعب الواحد 20 مليون و25 مليون على مستوى المحافظه. صح. احنا على هذا احكي لك انا اجتماع قبل تقريبا اسبوعين، ميزانيه نادي الشرطه 7 مليارات، ميزانيه الميناء 8 مليارات سنويا. مستوى ممتاز، يعني بس نحكي عن مستوى درجه اولى، يعني مثل اي لا عن مستوى درجه اولى، مثل الانديه اللي اشتركت اكو لاعبين عقد 20 مليون، اكو 15 مليون عقد اللاعب الشهر الواحد، وانت تحكي لي على 10 ملايين بالسنه. احنا عندنا المنحه السنويه تجينا من الوزاره 10 ملايين. ناهيك عن يعني عموما احنا لاعبين من شهر 11 لحد الان. يمكن احنا النادي انطيناهم مره، فزنا على الدور انطيناهم 50,000 لاعب، وهاي قبل يومين انطاهم 50,000. هاي مصرف جيب وراتب ماكو ولاعبنا يعني ابطال. احنا اذا احكي لك معاناتنا، اولا نادي بيجي يمكن انا قلت لهم على طول، احكي لهم يا نادي بيجي نادي بالتاريخ يسجل، لاعبين مهجرين، مدربين مهجرين، هيئه اداريه مهجره، فريق النادي لا مقر لا ملعب، منكوبه فوق هذا. ناهيك عن احنا لا عندنا ملعب ولا عندنا مقر ولا عندنا، يعني البنى التحتيه مالتنا انتهت، ونتمرن بملعب الحجاج مسافه 40 كيلومتر ذهابا وايابا. لاعبين يوميا يتمرنون يروحون يرجعون من تكريت، معاناه يعني انت فوق. يعني احنا مشكلتنا مشكله الفلوس. يعني انت نادي تصل تعبر 3 مراحل. المرحله الاولى المرحله الغربيه، حاليا منطقه غربيه شماليه، وفريقنا ينافس، ومباراتنا اليوم مباراه فاصله طبعا. احنا حتى نعطي معلومه، يعني احنا نعتبر انجاز المحافظه صلاح الدين عن المنطقه الغربيه. تاهلت نادي سام مره، نادي العلم، نادي بيجي، فرقة تاهلت 3 من صلاح الدين تاهلت عن المنطقه الغربيه. هذا نعتبره انجاز للاتحاد الفرعي ولمحافظه صلاح الدين. بس المحافظه ما دعمتكم ورا الانجاز هذا؟ احنا دعمنا كان فقط من السيد المحافظ، انطانا 10 ملايين وانطانا 5 ملايين تجهيزات و15 مليون. سمعت اكو سياره منطيكم اياها، والسياره راحت الى المجهول. لا، السياره استلمناها، بس السياره احنا من موديل 2015 الى 2008 نزل 7 سنوات بالضبط. احنا من موديل 2015 الى 2008، وهي حتى تسجيلها شويه صعب يعني تسجل. معاناه. معنويات اللاعبين اليوم، يعني اذا فاز النادي بيجي اليوم 80% نادي بيجي الممتازه. 90%. 90% رحم الله والديك. 90% في 90 مباراة اليوم ايش عديتوا لها انتم؟ رغم المعاناة اللي تعانونها، رغم اللاعبين يدفعون من جيبهم على مود يلعبون، الغير محافظة دعموا يلعبون. احنا شغله بس يعني اقول حكايه. احنا انا مرات اقول يعني انا اللاعب ما انطيه، بس ما خليه يدفع من جيبه. يعني الاجره انطيه، يروح يعني اسبوعين او بالاسبوع، كل اسبوعين يروح لاهله، ننطيه الاجره السياره يروح ويرجع. هاي وحده. شغله ثانيه، احنا نحكي على مباراتنا اليوم. اجتمعنا ويا اللاعبين، احنا عندنا اكو نقطه من نعشيه حتى نبكي احنا. باسم بيجي نلعب، دموعك عزيزة استاذ ابراهيم. هذه اهل بيجي يعرفون الاستاذ ابراهيم، ويعرفون لاعبين نادي بيجي ايش قدموا. فدموعك هذه امام الكاميرا عزيزه. احنا نريد معكم اليوم الفوز، ونتمنى لكم التوفيق، وتفرحون جماهير بيجي وتفرحون مدينه بيجي. فما ردك يعني دام الكاميرا
تكون دموعك، هاي دموعك غاليه وعزيزه عليها. زين كمل استاذ ابراهيم. عموما احنا الفريق ان شاء الله جاهز لمباراه اليوم، لاعبينا جاهزين ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، كان هذا اللقاء لنا مع الاستاذ ابراهيم الدور نائب رئيس الاداري نادي بيجي، ومثل ما شاهدتوا لم يستطيع اكمال اللقاء وانهارت عيونه بالبكاء، وهذا بسبب قله الدعم لنادي بيجي من قبل محافظه صلاح الدين، من قبل مسؤولين محافظه صلاح الدين، من قبل نواب محافظه صلاح الدين، من قبل الميسورين من صلاح الدين. نادي على مستوى 3 مراحل، المرحله الاولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه يلعب، ولاعبين يدفعون مبالغ الذهاب والاياب من جيوبهم، ما عندهم يشربون، كراسي للجلوس عليها بالتدريبات ماكو. فهذه رياضه في العراق. شكرا لكم.